ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعاده. ورجعت لكم من جديد بفيديو جديد لابلكيشن وان اكس بت. طبعا احنا ما عادش بنلعب على الابلكيشن التانية، هو وان اكس بت الاساس، فاحنا لازم نعمل منه مكاسب حلوه. انا المبلغ اللي انا كنت عامله ايداع ما كانش كبير، بس انا طلعت شويه اكواد كده في الحنين يعني. انا عملت شويه اكواد، هي مش هتظهر عشان انا خفيتها، بس انا كان معايا تقريبا حوالي 4000 جنيه. وصلتهم ل 8000 جنيه بالمباريات، الماتشين اللي فاتوا دول. فاحنا راجعين النهارده تاني، هنلعب العاب وهنلعب ماتشات. الماتشات بنلعبها على التليجرام، هسيب لك لينك التليجرام في الوصف وفي اول تعليق مثبت. خش انضم في قناه التليجرام عشان تشوف كل حاجه، والفيديوهات دي برضو بتنزل هناك، وكل حاجه بتبقى موجوده هناك. وهسيب لك برضو لينك تحميل البرنامج وان اكس بت لو انت عايز تحمل البرنامج وتسجل معانا. احنا النهارده بنعمل مسابقات وبنعمل كل حاجه عن البرنامج، بس لازم تكون مسجل بالبرومو كود. بالنسبه للناس اللي بتعمل ايداع وما بيوصلش، لو انت مسجل بالبرومو كود اللي انا هكتبه دلوقتي ده، فانت كده ايه، بقيت تبعي. ده البرومو كود اهاب 11 كل الحروف كابيتال. لو انت مسجل بيه وعملت ايداع وما وصلكش، خش كلمني على التليجرام، بعت لي السكرين بتاع التحويل والاي دي بتاع حسابك، هتلاقي الفلوس وصلت في حسابك في 10 دقايق. ليه؟ لان انا متواصل مع الشركه ومدير في الشركه، فشغال سحب وايداع. فاي مشكله في السحب والايداع بتحصل لك من خلال الابليكيشن انا بقدر احلها، بس لازم تكون مسجل بالبرومو كود بتاعي عشان اعرف ايه، اتواصل مع الشركه واقول لهم ان انت عملت ايداع وكده وما وصلكش، اعرف اتكلم بالنيابه عنك. ده النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. البرومو كود اهاب 11 كل الحروف كابيتال، كتبته قدامك على الشاشة. رابط التليجرام هيبقى موجود في اول تعليق مثبت. رابط قناة اليوتيوب برضو، انت اول ما تشوف الفيديو سجل في اليوتيوب اشتراك وفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات. حط لايك على الفيديو عشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. اكتب تم في التعليقات، تبقى انت كده مشترك معانا في المسابقة. بس تكون مسجل بالبرومو كود عشان لو طلبت منك سكرين ان انت سجلت بالبرومو كود يكون السكرين موجود، لينك التحميل موجود. طيب خلينا نخش نشوف احنا هنعمل ايه بال 8600 دول. هنحاول نوصلهم لأي مبلغ، ودي أول مرة بلعب بيها على الآيفون. هنشوف الدنيا مع بعض ماشية ازاي ونشوف. تعال نخش نجرب في لعبة التفاحة. نولع السيجارة الجميلة كده ونحضر كوباية الشاي. هنبدأ بعشرات، محدش يلعب بمبالغ كبيرة. اللعبة ما تاخدش في ايدك دقيقة على بعضها، يعني انت تقعد 120 ثانية دقيقتين بالظبط وتخرج من اللعبة سواء كنت كسبان او خسران. طيب احنا بنطلع 3 طلعات اكس 2 وبنسحب. لعبة التفاحة ما فيهاش حاجة اسمها اخسر دور اخسر دورين، لا انت ما تضيعش اكتر من 160 جنيه، ده لو انت معاك مبلغ يعني. ولو 1000 جنيه ما توصلش ل 160 كمان، فاهمني؟ احنا هنا عوضنا اهوت ال10 جنيه اللي احنا خسرناها، هي ما تذكرش اصلا. هاخد دي، هاخدها تاني، ما جاتش. انا المفروض ان انا اطلع 3 طلعات واسحب، بس انا طمعت. مش مشكلة يعني، هي مرة كده ومرة كده، مش لازم كل مرة تكسب معاك يعني، وعمرها ما هتخسر معاك كل مرة. احنا 3 طلعات بس ونسحب 80 جنيه بيجيبوا قصادهم 80 زيهم، فخلاص احنا هي كده متعشية معايا. هاخد دي مع اني مش ضامنها. طيب انا عايز اطلع كمان طلعة، ممكن اخد دي. حلو اوي لحد كده، احنا بقى معانا 8800. انا هوصلهم 10000، انا مش هطمع، فاهم اللي هو انا ايه، مش هطمع في الالعاب يعني. طيب نلعب لعبة 21. لعبة 21 لعبة جميلة بس عايزة اللي يفهمها. احنا هنجرب دلوقتي وهفهمك الاستراتيجية بتاعتها ماشية ازاي. هو دلوقتي بيقولك ابص انا فزت ليه، عشان انا جبت 21 وهو 18، لازم اكون انا اكتر منه وفي نفس الوقت ما عديش ال 21. هو اللي فوق انت اللي تحت، لازم تكون انت اكتر منه في الرقم وفي نفس الوقت ما تعديش ال 21، وهو نفس الكلام. طيب هنلعب كمان ضرب 10، 17، 13. انا ممكن ايه اسحب كمان كارت، بقيت 23. هنا انا خسرت. طيب انا هضاعف، هحط 40، وقلنا اعلى رهان هنضاعفه هيكون 160. هسحب كمان كارت، بقيت 22، خسرت. هضاعف في 80، 14، 20. الدور ده صعب جدا. 21 بس، خلاص انا كده فزت، انا كده مرضية معايا. اطلع ادخل لعبة تانية، اخش لعبة الكنز. هلعب ب10،
استراتيجية لعبة الكنز سهلة جدا وجميلة، يعني هي مش صعبة ولا حاجة. انت هنا بتختار واحدة من الاتنين، فانا هاخد الصف ده مثلا وهفضل ثابت على الصف مش هغيره. خسرت دور، جات الدور التاني هلعب كمان دور واخد نفس الصف. خسرت يبقى الدور التاني ايه اكيد هيجي. مجاش اقوم مضاعف بقى مبلغ جديد. انا خسرت 10 في 10 يعني 20، احط 40 عشان اكسب 80. خسرت احط 80 عشان اكسب 160. شفت هنا 160 عوضت كل اللي خسرته. هلعب كمان دور واخد نفس بتاع تاني، ما جاتش معايا بال80 اقوم ايه مقلل المبلغ واخد اللي جنبها. ما جاتش معايا اقوم مضاعف بقى في 160 واخد نفس اللي انا كنت واخدها اللي هي دي. يا مسهل ما جاتش برضو. طيب انا معايا مبلغ كبير اضاعف عادي، انا كده كده معايا مبلغ كبير اعرف اعوض بيه. بقيت 900، انا كنت 800 مع ان انا خسرت اكتر من المكسب. يعني انا خسرت بتاع 4 ادوار وكسبت دور، بس لما كسبت دور كسبت دور عالي ما كسبتش دور قليل. هناخد اخر دور ب10 جنيه جت معانا. المرة الجاية بقى ناخد اللي جنبها، ما جاتش معانا هناخد اللي جنبها وهي هي برضو جت معانا. اخد دي ما جاتش معانا هضاعف في 80 واخد التانية. ما جاتش معايا هضاعف في 160 واخد نفس اللي انا كنت واقف عليها. جت معايا بقى معايا 1000. انا كده جبت 1000 جنيه. طيب نحاول نخش حاجة تانية مثلا ونشوف الدنيا. اللعبة دي X2 دايز، لعبة جميلة انا بحبها جدا. هجيب منها ال1000 جنيه واخرج، او ممكن انا اجيب ال1000 جنيه من لعبة كراش، بس هجيبه باستراتيجية بحرفنة مش بالغشم، فاهمني. هي بتحمل معانيات. تمام الدور ده X5، انا هحط في الدور ده 2000 جنيه واسحب X1.5. انا جبت ال1000 جنيه. الدور ده جميل اوي. طيب هنلعب الدور ده X1.5 ونسحب. جبنا ال1000 جنيه وبكده تبقى اتعاشت معانا، بس يا رب متقعش قبل ال1.5. وقعت قبل ال1.5، ضيعنا 2000 جنيه. طيب انا هستنى اشوف اللعبة ايه ظروفها عشان ما نخشش بس ونخسر على الفاضي. لازم تركز، شفت لازم تركز، مش ما تتسرعش. حتى لو بتخسر ما تتسرعش، ما تقلقش، حاول تركز عشان تعوض. 7000 جنيه مش مبلغ قليل صحيح. انا خسرت 1000 جنيه او 1600 جنيه، كان معايا 8600. لحد دلوقتي انا كده خسران، بس اعرف اعوضهم تاني بالمبلغ اللي معايا. وهي مجازفات، هو دور انا هجازف فيه ان شاء الله باذن الله هيعوض لنا كل حاجه. هي كده وقعت دورين وطلعت X2 في الدور التالت، يبقوا او X3. الدور اللي جاي ده اكيد مليون في المية ان شاء الله يعني هيجيب معايا. هحط 2000 تاني وهستنى X2 اجيب 4000، هيبقى معانا ال9000 اللي احنا ايه ضيعناهم. ده لو جابت الX2 يعني، ما وقعتش قبل كده، ما جابتش الX2. خلاص انا هخرج من اللعبه مش هجازف فيها اكتر من كده. هحاول ان انا اخش لعبه تكون حلوه شويه. اخش كلير كده احاول اعوض منها اي حاجه. اول دور خساره، نلعب كمان دور ب10 برضو. لو خسرنا الدور ده تبقى حلوة اوي عنب. الدور ده خسارة، يبقى اللي جاي ان شاء الله مكسب. حط 2000 جنيه في الدور ده. خسرنا، هجازف واحط ال3000 في الدور ده. هجازف واحط ال3000 في الدور ده. الورقة التانية جت معانا، بقى معانا 5000. هلعب كمان دور ب10. هلعب كمان دور ب10.
هلعب كمان دور ب10. انا مستنيه يخسرني دورين ورا بعض. هو يخسرنا الدور اللي جاي دوت كمان، يبقى عمل معانا فوق الصح بزيادة. لا ما خسرناش. الدور خسارة من تاني كارت، ده متتحسبش خسارة. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. هنا دور خسارة اهو. طب هحط 1000 في الدور ده كده واشوف. هسحب التالت، مجتش خسارة. طماع انا اوي طماع. احط 10 عشان انا مش مفتح له. تمام. 10 تاني. تمام. احط 2200. كمان واحدة. حلو اوي الدور ده. 5. هلعب كمان دور. كمان كارت. كمان كارت. طيب ناخد الرابعة وناخد 7000. ناخد الرابعة. يا الله، زي ما انت شايف يا صاحبي، مفيش بعد كده كلام. 10,000 عوضناهم. دي الفكرة بقى، انا بقولك ما تستعجلش ما تتسرعش. طيب يا اخواتي، احب اقول لكم ان انا كده وصلت لنهاية الفيديو. استنوني في فيديو جديد، وما تنساش تسجل بالبرومو كود عشان البرومو كود هو اللي بيرفع نسبة حظك. البرومو كود ايهاب ايهاب 11، ده البرومو كود. سجل بالبرومو كود، ابعت لي سكرين انت كده دخلت معايا في سحب المسابقة. هختار 5، كل واحد هيكسب 500 جنيه. هختار 5، كل واحد هيكسب 500 جنيه. وطبعا الفلوس دي انا مش بجب عليك بيها، كده كده انا كاسبها اصلا، فمش فارقة معايا. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد يا اخواتي.